الأرقام التي يعني تبهر الناس وواقع مأساوي الناس عايشة فيه في ملل. يعني لما هذه الحكومة تقرر صرف 500 مليون 200 مليون في 200 مليون في 100 مليون عشان القطن مثلا، والناس حتى الآن بتتداين على محصول القطن وتسلم القطن، وحتى هذه اللحظة لا يصل مليم لهم. يعني هتقولي لي ايه؟ اي وعد؟ نحن نريد حلولا فوريه. لا تستطيع اي حكومه تستشعر المسؤوليه ان تؤجلها مثل هذا التسويف في هذا الوقت الحساس من المرحله الانتقاليه في حياه مصر. دكتور حشمت، هل بداتم تفكرون في اللجنه التاسيسيه؟ يعني في لجنه تاسيسيه، يعني في تصريحات للدكتور العريان بتتكلم على 40 يعني طرح من الحريه والعداله ب 40 عضو من داخل مجلسي الشعب والشورى والباقي من خارج البرلمان. هل بداتم تتكلموا في هذه القضيه؟ هي كانت النسب المطروحة من قبل من 25 ل 40%، يعني حوالي من 25 ل 40 فرد. وبالتالي الأمر ده يمثل اختيار مباشر للجمعية التأسيسية، لأنه هيتمثل فيه كل الأحزاب وكل القوى السياسية اللي موجودة في مجلسي الشعب والشورى، وبالتالي هيبقى تمثيل أقرب إلى الواقع. التمثيل الآخر هو تمثيل مفوض، هذا هو الانتخاب بالدرجة الثانية. بقية 60 اسم سيتم انتخابهم أو اختيارهم من أعداد أخرى تمثل كل التخصصات، تمثل كل الاتجاهات. نتكلم عن أزهر، نتكلم عن كنيسة، نتكلم عن مهنيين، جيش، شرطة، علماء، قانونيين، نساء، شباب، عمال، فلاحين، مجتمع مدني، متخصصين في القانون الدستوري. وهذا لن يكون فقط هم المنوط بهم الأمل، إنما ستفتح الأبواب في جلسات استماع لكل أفراد الشعب المصري الذي يريد أن يضيف أو يعدل أو يقترح. دكتور، هل بصراحة من صلاحيات مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة، ولا ده خارج عن صلاحياته؟ لا طبعا، ده جزء أصيل من الدور الرقابي لمجلس الشعب. مجلس الشعب دوره التشريعي في سن القوانين ومراجعة الاتفاقيات، دوره المالي في إقرار الموازنة، دوره الرقابي في متابعة الحكومة وأدائها، ثم إذا وصل الأمر في حد الإهمال إلى سحب الثقة من وزير أو من الوزارة بأكملها. هذه من صلاحيات مجلس الشعب. والحرية والعدالة مستعد لكافة الاختيارات غدا؟ أنا أظن أن القضية ليست مرتبطة بالحرية والعدالة وإن كانوا يمثلوا الأكثرية، إنما هي مرتبطة بائتلاف، مرتبطة بكل القوى السياسية في مصر التي تريد الخير لمصر، التي تريد دفع الأمور إلى خطوات، التي تريد أن يشعر الشعب أن هناك إنجازا لهذه الثورة قد تم. أنا أظن أن الكل يجب أن يضع يده في يد الجميع حتى تخرج مصر من هذه الكبوة، وبالتالي لا خوف من وراء. هناك كفاءات، هناك عظماء، هناك ناس تستطيع أن تقدم لهذا الوطن خلاصة فكرها، وتم تهميشهم فترات طويلة عشرات السنين. ما زال هناك فساد في المؤسسات، ركائز فساد في المؤسسات، هناك تعيينات لا قيمة لها بتتم من باب تضييع الموازنة، هناك توزيع أراضي بدون خطط وبدون رؤية وبدون بنية أساسية. لا نعرف من الذي يعطي لهذه الحكومة هذه الحقوق كي تسلم البلد بعد ذلك خرابا أو وعاء فارغا لمن بعدها. يجب أن تكون الأمور واضحة، وأن يكون لكل مسؤول مسؤوليته يحاسب عنها. غدا سنسمع البيان ثم نطابق الأقوال بالأفعال، ومجلس الشعب يتخذ قراره المناسب. أشكرك دكتور جمال حشمت، عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة. وأعتقد معنا المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة